تقدر تكون انت كيدور بك هذا الخطر كيف ما يقدر يكون كيدور بولدك ولا شي واحد اللي عزيز عليك. على هذا الفيديو غادي نطلب منكم انكم تبارطاجيوه ديال بصح باش توصل المعلومه وبزاف ديال الناس يردوا البال ويعتقوا راسهم قبل ما يفوت الفوت. الشباب ما غيطلعش، غيبقى عبد ديال البوفه. واش مرتك شديها للبزناج باش دير البوفه؟ ادم تمشي تجيب المولتيف باش يضرب بوفه، تمشي يخرج لها سريقه باش يضرب بوفه، بنادم تيشفى خوه دارو باش يضرب بوفه. هذه اكثر من شهر وانا كنشوف دي فيديو في فيسبوك وفي يوتيوب على هاد لا دروغ هذه في المغرب، وانا كيصحاب لي بان البلان غير بوز وصافي. حتى تفاجات ملي لقيت واحد الفيديو ديال واحد البنت كتقول بان كانت مع شي واحد كانوا كيتعاطاو بجوج هاد لا دروغ هذه وفي الاخر شدها هرس لها يديها، وموراها شفت الكوفرتور ديال الرابور بوقال اللي استعملها ككوفرتور للالبوم ديالو. حتى تصدمت بواحد الفيديو ديال واحد الشخص داير فيديو وهو كيتعاطاها. شنو هادي خو؟ هادي بوفه، شي بوفه فهمتها شير. دابا تا خونا دخلتينا بقلبك صافي. لا الا طريح معنا وغنعاود لا 500. الشباب ما غيطلعش، غيبقى عبد هنا ديال في شمال البوفه. افريقيا وفي العالم كامل كتسمى الكراك. المهم هاد لا دروك كيفاش كيصايبوها؟ كتصايب من اخيب كاليتي ديال الكوكايين، وملي كنقول اخيب كاليتي الكوكايين زعما راه ماشي كنقول بان الكوكايين مزيانه خصها تكون لا كاليتي مزيانه، لا. بحال نعطيكم مثلا كنقولوا الحبس والحبس الانفرادي. الحبس راه خايب ولكن الحبس الانفرادي راه خايب منه، هما بجوجهم واحد لي دروغ اللي كيخربوا الجهاز العصبي. المهم كيشدوا ديك الكواليتي ديال الكوكايين كيزيدوا عليها لامونياك، كيزيدوا عليها بعض المواد الكيميائيه اللي ما كاينلاش نقولوهم، كيتسخنوا كيتخلطوا بحال داكشي اللي كان كيدير والتر وايت في ديك الكرافان ديالو باش كيوصلوا لواحد الكوريات اللي هما شويه كريستاليزي. الخطر ديال هاد لا دروغ هادو هو في سرعه الادمان، واللي كيخليو الناس انهم يتبلوا بالزربه بهاد البوقه هادي هو الاحساس اللي كتعطيهم، حيت فيها ماده فعاله ديال الميتافيتامين. كثرت ما هاد الماده صعيبه بزاف لدرجه انها دار عليها مسلسل اللي هو بريكين باد، واللي كيتعتبر من اعظم المسلسلات اللي دازوا في تاريخ الجنس البشري. وهذا الهضره راه ماشي ديالي انا بوحدي. زائد ان هاد الماده هذه اللي كيضربها كترفع بالزربه، حقاش هي كتدوز على طريق الجهاز التنفسي، والحاجه اللي كتدوز على طريق الجهاز التنفسي كتوصل للخلايا بالزربه، الو كتحس طق بالخف. واللي خايب فيها هو ان الطلعه ديالها بالزربه والهبطه بالزربه، يعني اون فوا كتضربها كتعاود تهبط كتحتاج عاوتاني تضرب باش تطلع، وهنا في كيتصيد الواحد. الو شنو كتحس في ديك الطلعه ديالها؟ حيت ضروري خصنا نفهموا هذه المساله باش حتى داك الشخص اللي مدمن عليها نعرفوا نتعاملوا معه. اول حاجه الطاقه والحماس، كيحس براسو سبع قادر ينوض يتحرك ينوض يشطح يغوت يدابز ما على بالوش. الحاجه الثانيه زياده في التركيز، كيولي مركز، يعني الا ولا كان كيدير حاجه وحده غيبقى يدير ديك الحاجه مركز معاها وغادي معاها. الحاجه الثالثه كتطلع المورال بواحد الطريقه ماجيك، يعني كتكون كاعي كتضربها كتطلع كتعاود تهبط، ملي كتعاود تهبط كتحتاج عاوتاني تضرب باش تعاود تطلع. انت راه بديك الطلعه هبطات كنت كتدخل للشبكه بشويه. فقدان الشهيه ما على بالك لا بماكله لا بوالو، على بالك بالبوفه خصك تضربها والسلام عليكم. زياده النبض، كتحس بان قلبك كيضرب. والحاجه الاخرى اللي هي تنكره عليها الناس اللي كيضربوا هاد لا دروغ هادي كيرتكبوا جرائم، لحقاش وكتقدر بعض المرات كتكون جرائم خاويه غير دماغه وهموا بان راه كاينه شي لعبه. تخيل نتايا فيك تنكره وعندك الطاقه والحماس والتركيز، هادو هما اللي كيهيئوا لك داك الجريمه، فهمتي، الواجده كتبان لك ساهله، فهمتي، انك دير هادشي كامل. هاد الاحساس اللي كيعطيك شنو كتخلص في الجهه الاخرى، شنو كتخلص؟ حيت ضروري اي دروغ كيف ما بغات تكون هذاك الاحساس اللي كتعطيك انت مزيان، كون متاكد في الجهه الاخرى راه كتفرع لك جوايه اخرين. اول حاجه اضطرابات نفسيه وهلوسه، يعني وانت ضارب راه انت ترونكيل، ما ضاربش راه انت مطارب. ملي كنقولوا هلوسه ماشي هلوسه فيزيوال، مي هلوسه في دماغك، فهمتيني، مهلوس. فهي تنكره، فهمتيني، راد البال شي حوايج ما كاينينش، كتبدا تفكر شي حوايج كيعطيوك دماغك عندها بوحدك اللي عارفهم. والحاجه الثانيه اللي هي خطيره بزاف هي زياده الاحتمال انك تجيك سكته دماغيه وانت كتضرب، يعني مع ديك من ربك، يعني انت تكون مريح حتى مولانا نسعى رضاك. واضطرابات في القلب،
تخريب الجهاز العصبي والمخ بشكل دائم. يعني مساله ديال انك ملي تبلا وضربتي بزاف يعني حتى الطبيب ما عنده ما يدير لك، يعطيك دويته باش تكالما. يعني الا دخلتي فيها السلام عليكم. والتدهور ديال مستوى الذكاء ديالك والحركي، كتولي مكلخ عشيري، بنادم كيولي مطنق. ملي كتكون ضاربها دماغك خدام، فهمتيني، حد دماغك ولف عليها، فهمتي، ما حدك انت ضاربها دماغك خدام نورمال، فهمتي، ولكن خدام ومعاه تنكره حيت ولا خدام بزاف. ما ضاربهاش كتولي حمار، راك كتولي مكلخ، وما كتكونش مركز في الحركه ديالك. الا بغيتي تهزها واحد الحاجه كتلقى مشكل. وحيت انا عارف بزاف ديال الناس واخا كيسمعوا بالاخطار ديال الحاجه وكذا وهادي، كتبقى عنده داك البلان ديال راه باغي نجرب، واخا يشوف الخطر صافي انت نجرب وماشي مشكل. ولكن في هذه بالضبط تقدر تحيد له الفكره. صديقي ملي كتضرب هاد لا دروغ هادي، ملي كتضرب هاد البقعه هادي بونداغاني، ما كيبقاش الحاج العثماني باينه. صافي ان مخاطبكم غير صالح للاستعمال، المرجو اعاده ما كاينش ديك المراه المرجو اعاده الاتصال لاحقا، ما هذيك ما كايناش. حيت انا علاش ركزت لهاد النقطه هادي، حيت انا عارف اللي كاين، فهمتي، راه كاين بنادم اللي يقدر يقول لك هاني نولي عمال نولي سمك زيزو ونزحف، ولكن بقى فهمتي الحاجه عثماني نبقى انت صحيبه، انت شتي قدامك اختار، بغيتي تولي تولي، بغيتي تحافظ على صحتك وتبعد على هذا الشيء وتبقى بنادم انسان، فهمتي، الحاج العثماني واللعيبات كذا بحير لاصال شويه التستوستيرون، بعد على هذا العجب. هذه هي الحقيقه اللي كاينه. من بعد فاش ملي كنجمعوا هاد الاضرار كاملين اللي كتسبب لك، تخيل معايا مكلخ، عندك اضطراب حركي، عندك تهديد انك يجيك سكته دماغيه في اي لحظه، اضطراب في القلب، البوا ديالك كينزل، زائد تقرحات في الجلد، هادشي كامل كيعطينا زومبي، كيعطيناش بنادم، كيولي زومبي ديال بصح. اللي بغيت نقول في الاخر ديال هذا الفيديو، كنتمنى من ان هاد لا دروغ هذه ما تنتشرش بزاف، وان يداروا حملات كبيره باش اننا نوعيو الشباب ونوعيو الناس انهم ما يطيحوش في هذه المصيبه هذه، حيت هاد لا دروغ هذه غادي تعطينا موت احياء، وهذه اخيب حاجه، هو يكون عندك بنادم حي ولكن راه ميت، جسديا ميت، دماغيا ميت. ومن الفوق هاد لا دروغ هذه غادي تسبب لنا في ارتفاع ديال الجريمه، وغادي نقدروا نخسروا بزاف ديال الناس اللي عزاز علينا، حيت كما قلت لكم هاد لا دروغ مع الضربه الاولى مع السلام عليكم، ومع بوندانغاني تا هو كيقول لك السلام عليكم. على اي حال، كنتمنى ان هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه بزاف، وضروري ضروري ضروري انك تبارطاجيه باش تعمل الفائده على بزاف ديال الناس. صيفطوا لاي واحد عزيز عليك ولاي واحد عارفه بانه كاين قابلوا شي واحد اللي يقدر انه يتبلى بهذا العجب، صيفطوا له باش نعتقوا بزاف ديال الناس. ما حد المساله مازال في البدايه ومازال ما انتشرت ديال بصح. وما تنساوش انكم تخليوا لي لايك، انكم تخليوا لي كومونتير، تفاعلوا، بغينا نفتحوا نقاش في هذا الموضوع. وما كرهش ان شي واحد اللي يكون داز هاد التجربه هذه وبغى يعاود القصه ديالو لبزاف ديال الناس، ما كرهش انه يتواصل معايا في انستغرام ولا يتواصل معايا هنا في الصفحه ويدوز معايا في واحد اللايف اللي نقدروا نسمعوا القصه ديالو كامله ونستافدوا منها. الى هنا والهكم واحد، نتلاقاو في الحلقه الماضيه.